طريقة تفصيل وخياطة طقم صلاة بجميع المراحل وبطريقة سهلة ومبسطة وواضحة خاصة للمبتدئات. ورقة وستيلو وتابعي معايا. النبي صلى الله عليه وسلم آمين. لذلك 4 أمور إذا طبقت كل أو جزءا تخرج من رمضان. يعني تقدر ديري عادي 1 سنتيمتر هي دقيقة. السلام عليكم، وش راكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا بخير يا ربي. أنا راني بخير والحمد لله، يسقسي عليكم الخير والهنا. إذا كيما وعدتكم بنات في الفيديو السابق، قلت لكم بلي الفيديو الجاي بإذن الله راح نشارك معاكم هدية واحدة أخرى، هديتها لنفسي. هديت لنفسي كيما راكم تشوفوا، كيما شفتوا في عنوان الفيديو وفي بداية الفيديو، طقم صلاة كنت خيطته وقررت باش نشارك معاكم طريقة التفصيل والخياطة بجميع المراحل وبكل وضوح بإذن الله. شوفوا بنات، الفيديو تاع اليوم بما أنه رمضان قريبا على الأبواب، إن شاء الله ربي يلحقنا ليه ونصوموه بالصحة والهنا إن شاء الله يا ربي، اللهم بلغنا رمضان. إذا كما قلت لكم الفيديو تاع اليوم بإذن الله تخرجي منه وانتي قادرة ديري طقم الصلاة تاعك بإذن الله، ديريه وحدك. طقم الصلاة المرة هذه تاع رمضان ما تشريهش تخيطيه وحدك بإذن الله، ونروحوا لها حبة حبة يعني خطوة بخطوة. نبداو بنات، شوفوا أول حاجة نبداو بالقماش تاعنا. حنا كي نشريو الرولو نشريوه يعني يكون العرض تاع القماش يكون 1.5 متر، يعني هكا. حنا كي نشريو الرولو تاعنا تاع القماش هو يكون رولو ويفتحو. حنا نشريو الطول اللي حنايا نشريوه، الطول اللي حنا نختارو ان نشريوه راح نشريو 3.5 متر، بصح العرض تاع القماش يكون 1.5 متر. يخي فهمتوني بنات؟ الرولو يكون بهذه الطريقة، يكون هكا بهذه الطريقة، يعني الارتفاع تاعو 1.5 متر، وهو يفتح لنا ويعطينا قد ماش بغينا. حنا نشريو 3.5 متر. شوفوا بنات، إذا أول حاجة نروحو جهة وين كاين 1.5 متر، وين العرض تاع القماش، نروحو نديرو هذاك هو الطول، ونروحو جهة 3.5 متر، نروحو نحيو 70 سنتيم ونقصو. هنايا نتحصلو على الخمار، يعني الخمار تاعنا رجع العرض تاع القماش تاعنا هو الطول تاعو، يعني رجع الطول تاع الخمار 1.5 متر، ورجع العرض تاعو 70 سنتيم اللي خيرناها. شوفوا بنات، هذه المقاسات ستوندار، يعني بإذن الله تجي لأي وحدة. وانتي تقدري تزيدي وتنقصي إذا حبيتي، إذا كان يعني في حالات شاذة تقدري تزيدي وتنقصي. شوفوا بنات، هنا نروحو نطويو القماش تاعنا باش نروحو نفصلو الرقبة، فهمتوني؟ يعني جهة وين نفصلو الرقبة تكون جهة وين القماش تاعنا 1.5 متر، فهمتوني؟ نروحو للجهة المقفولة. حنا كي نطبقوها على 4 كاينة جهة مقفولة، الاتجاهات في زوج مقفولين، وجهة فيها اتجاه واحد محلول وواحد مقفول. هنا نروحو وين مقفول القماش تاعنا كيما راكم تشوفوا من الشوكة، ونروحو جهة وين، يعني نبداو من النقطة هذيك وين الزاوية اللي طبقناها، ونروحو جهة وين نهاية القماش وين مفتوح، نديرو نقطة 8 سنتيم، ومن بعد نهبطو ب2 سنتيم، يعني نحددو الرقبة تاع الخلف، فهمتوني؟ يعني الرقبة راح يكون فيها 16 سنتيم، كي تعود نطبقها هاي 8 سنتيم، فهمتوني؟ ونهبطو ب2 سنتيم فقط، يعني مبغيناهاش تجي مفتوحة بزاف بما انه طقم صلاة ماهوش قندورة. ومن بعد نهبطو من نفس النقطة 8 سنتيم، نروحو نهبطو ب13 سنتيم، وهو الرقبة تاع الأمام، يعني الخلف نهبطو ب2 والأمام نهبطو ب13 سنتيم. ومن بعد نروحو من النقطة هذيك اللي حطيناها 8 ونروحو إلى نهاية القماش. تقدري تخلي إلى نهاية القماش إذا استعملتي أي نوع واحد آخر، يعني العرض تاعو ماهوش 1.5 متر، ولا ديري كيما درت أنا لهنا 28 سنتيم، يعني لحد الآن واضحة،
8 سنتيم هذيك تاع الرقبة، قباش مطبقة على 4 نهبطو بزوج الرقبة تاع الخلف، نزيدو نهبطو ب13 سنتيم الرقبة الأمامية، ومن بعد نروحو 28 سنتيم، ومن بعد واش نديرو نهبطو ب5 سنتيم بنات، يعني الكتف تاعنا يجي مايل، فهمتوني؟ نروحو خيري 28 سنتيم ومن بعد تهبطي ب5 سنتيمترات باش الكتف تاعنا يجي مايل، فهمتوني؟ ومن بعد العرض تاع الذراع كما راكم تشوفوا هو نديرو 28 سنتيم، يعني تبعيني خطوة بخطوة راهي ساهلة، ودوك نكمل ونزيدو نراجعو مع بعضنا. ومن بعد واش نديرو بنات، ندخلو يعني تحت الإبط ندخلو ب5 سنتيم كما راكم تشوفوا، ومن بعد نهبطو ب5 سنتيم، يعني نديرو زاوية قائمة كما راكم تشوفوا. راح نقول لكم اللي ما فهمتش تحبسني ولفت مع البنات نقول لهم اللي ما فهمتش تحبسني. شوفوا بنات، دخلنا ب5 سنتيم درنا نقطة ومن بعد هبطنا بزاوية قائمة ب5 سنتيم، ومن بعد نروحو بهذيك المسطرة اللي تجي سبيسيال تاع الحردة ولا تاع تحت الإبط نرسمو بها، ولا تقدري ترسمي بيدك معليش، نروحو نرسمو قوس، ومن بعد من القوس هذاك من 5 سنتيم هذيك نوليو نروحو الى نهاية القماش، سما هكا فصلنا او رسمنا هذاك الإبط تاعنا. لحد الان كلش واضح. درك بنات نروحو نديرو الطول تاع طقم الصلاة تاعنا، ما نروحوش نبداو من هذيك 13 سنتيم تاع الركبة ولا 2 ولا، نروحو نبداو من الفوق خلاص ونحسبو حتى لتحت متر ونصف، يعني متر ونصف، نخليو برك 1 سنتيم ونصف تاع الكفة، حنا راح نديرو كفة صغيرة يعني 2 سنتيم او حوالي 1 سنتيم ونصف تاع الكفة، برك راح نديرو كفة صغيرة. وانتي ديري حسابك راح ديري سورجي وكفة صغيرة ولا راح ديري كفة اخترتين، ديري حسابك خلي حق الكفة. المهم طول تاع طقم الصلاة تاعنا بالمقياس ستاندار ديري 1.5 متر. هنا كما راكم تشوفوا بنات باش يجي طويل، هنا كما راكم تشوفوا بنات نعاودو نراجعو واش درنا. 8 سنتيم تاع الركبة هبطنا بزوج سنتيم، الركبة تاع الخلف هبطنا ب13 سنتيم، الركبة تاع الأمام رحنا 28 سنتيم، تاع الكتف هبطنا ب5 يجي الكتف مايل، ومن بعد العرض تاع الذراع 28 سنتيم، ومن بعد تحت الإبط ندخلو ب5 سنتيم، ومن بعد نهبطو ب5 نديرو زاوية قائمة، ومن بعد نرسمو القوس. هنا بنات هذاك القماش اللي قصيناه واش نديرو، نروحو نفصلو الذراعين، فهمتوني؟ هذاك القماش اللي نحيناه هنا كما راكم تشوفوا يجي هكا، نطبقوه على زوج ونزيدو نطبقوه على 4 كما راكم تشوفوا، يعني نورمالمون راهي طريقة واضحة، خير من نروح نخدم لكم مباشرة في القماش بالطريقة هذه، نظن أسهل وأسهل وانتم عطيو لي رايكم. نورمالمون هكا سهلة وواضحة، ما مبتدئة وأول مرة راح ديري طقم الصلاة تاعك بإذن الله يجيك سهل وتقدري ديريه. هنا كما راكم تشوفوا نروحوا الجهة اللي مقفولة، باسكو من التحت راهي جهة مقفولة وحدة محلولة، نروحوا للفوق وين مقفولة ونديروا 50 سنتيم، ومن بعد بنات شوفوا هنايا الجهة اللي راح تلصق في الذراع، ثم الطرف تاع الذراع اللي راح يلصق في طقم الصلاة، في طقم الصلاة تاعنا عفوا، ما نديروش 28 سنتيم نديرو 27 سنتيم. على بالي راح تجي في راسك علاه، دوك نفهمك علاه. في طقم الصلاة كاينه خياطة الفوق وخياطة لتحت، خياطة تحت الإبط وخياطة الفوق وين درنا هذاك الكتاف المايل، بصح في الذراع كاينه خياطة لتحت فقط، الفوق راه مقفول، فهمتوني؟ نديرو 27 سنتيم ما نديروش 28. بغيتي تخلي الذراع تاعك 27 سنتيم من الفوق ومن التحت باش يجي عريض وتلميه بلاستيك هكا يجيك باهي، بغيتي تنقصيلو شويه ديري 22 سنتيم، يعني باش ما يجيش عريض بزاف، يعني على حساب المعصم تاعك وعلى حساب يعني راح ديري لاستيك ثم بغيتي تجي على حسب اختيارك هكا باش تجي واضحه، حسب الاختيار تاعك، بغيتي يجي التشرشيف هذاك بزاف ولا شويه برك كما حبيتي. وهذا هو نورمالمون بنات راهو ساهل جدا. كما راكم تشوفوا نعاودو نراجعو مع بعضنا واش درنا. طوينا القماش تاعنا طبقناه على 4، درنا 8 سنتيم تاع الرقبه، ومن بعد هبطنا ب2 سنتيم تاع الركبه الخلفيه باش ما تجيش يعني هابطه بزاف، الركبه الاماميه 13 سنتيم، الكتف درنا 28 سنتيم هبطنا ب5، ومن بعد درنا 28 سنتيم تاع الذراع، دخلنا ب5 تحت الإبط وهبطنا ب5 ودرنا القوس تاعنا،
والطول تاع طقم الصلاة 1.5 متر. ذراع درنا الجهة اللي مقابلة 28 سنتيم درناها 27، لأنه الأخرى فيها خياطة الفوق والتحت. في طقم الصلاة كاينة خياطة الفوق والتحت في الذراع، بصح في الذراع كاينة الخياطة لتحت فقط. طول الذراع 50 سنتيم و22 سنتيم لتحت اختيارية، تقدري تخليه 27 كيما الفوق ومن بعد نديرو لاستيك. نورمالمون بنات راهو سهل جدا. شوفوا بنات تولهو مليح لهنا، خاطر هذا يوقعوا فيه بزاف الخياطات وصعيب من بعد باش تعدليه. كي يعود القماش مطبق على 4، نقصوا الرقبة الخلفية فقط. عندك تغلطي وتقصي الرقبة الأمامية وهو راه مطبق على 4، وتجيك الخلف رقبة كبيرة كما الأمام. كي يعود القماش على 4 نقصوا الرقبة الخلفية فقط، ومن بعد نحيوه نفتحوه كما راكم تشوفوا. نحيو خلاص هذاك الطرف تاع اللورا، يعني صاي الخلف قصينا الرقبة تاعو صاي نحيوه، ومن بعد نروحو نقصو الرقبة الأمامية. ما تقصيهمش هما فوق بعضاهم، تجيك الرقبة الأمامية والرقبة الخلفية قد بعضاهم، وتجيك يعني الخلف الرقبة كبيرة وصعيب كيف راح تعدليها، يعني صعيب كيف راح تريقلي هذا المشكل. وهنا يا بنات هذا الخلف وهذا الأمام. حطيت هكا على طاولة بيضاء، يعني الطابلة كانت بيضاء والورقة بيضاء ما تبانش مليح. حطيت هكا يعني هذيك الورقة مخططة باش يجي كلش واضح. إذا الخلف تاعنا ها هو، الأمام تاعنا ها هو، الذرعين ها هما كي يعني نورمالمون الصورة واضحة. أنا يبانلي هكا تجي كما قلت لكم خاصة المبتدئات، باسكو اللي تعرف واللي مالفا تقدري من بعد تتفنني في لي موديل وديري الموديل اللي حبيتي. بصح المبتدئة لازم يكون هكا الشرح مبسط والتطبيق يعني في الورق قبل القماش هكا باش يجيك ساهل. نديرو هكا نموذج مصغر باش يجيك يعني باش يجيك ساهل وما يتخلطلكش. ومن الافضل ديري حتى انتي هكا ديري النموذج تاعك قدامك، يعني ترسمي وتزيدي النموذج تاعك، ومن بعد باش تلوحي يدك في القماش. يعني القماش خليه هو الاخر، ما تتلاحيش ديريكت في القماش بالمقص تعودي يعني تغلطي ولا تفسدي ولا. ومن بعد تما يعني باش ما تخسريش الوقت وما تخسريش قماش ويعني بزاف امور. ديري كيما هكا ومن بعد بداي في القماش تاعك باذن الله. كيما قلت لك طقم الصلاة تاع رمضان هذا باذن الله ديريه وحدك. وهنايا كما راكم تشوفوا بنات يعني حاولت نوضح لكم ونبسط لكم بالشي اللي نقدر عليه. شوفوا بنات كاينه واحد النقطه خاصه في الحوايج اللي يجيو هكا عراض كيما طقم الصلاه يجي عريض باش ما يجيش كيما نقولوا حنا مجونح، تسمى يجي في الوسط هكا طويل ومنه يجي طويل بزاف. تصرى هذه في الحوايج العراض وفي الحوايج اللي يكونوا مفصلين كلوش ديما وين الحاجه تكون عريضه. شوفوا واش نديرو، نحكموا الميطره تاعنا نبداو من الشوكه الفوقانيه تاع الرقبه، يعني منين يبدا الكتاف مش في الرقبه منين يبدا الكتاف، ونقيسوا حتى لتحت خلاص. ونبقاو حاطين يدنا يعني على الرقبه الفوق، جهه الرقبه الفوق ما نحيوش يدنا، ونميلوا الميطره للشوكه اللي لهيه. ميلوها راح نلقاو كاين زياده في القماش، يعني حوالي 3 سنتيم هكاك او اقل. الزياده هذيك نقصوها، يعني وكأنه نديروا الميله هذيك هكا تبان لكم وكأنها مايله، بصح من بعد كي تتلبس راح تجي معدوله قد قد وما هيش مجونحه. نورمالمون صاي نورمالمون عطيتكم كامل التفاصيل باذن الله قبل ما نروحوا ونبداو نطبقوا على القماش. ودركا بنات مادام الامور اصبحت واضحه نبدا النموذج اللي درتو على الورق نبدا نطبق فيه على القماش. كما راكم تشوفوا حطيت هنايا الذراع، المهم درت نفس الخطوات. فصلت الرقبه الخلفيه الساع القماش على 4 ومن بعد نحيت درتو على 2 ودرت الاماميه باش ما نغلطش. كملت كامل الخطوات تاعي. شوفوا هنا بنات في الرقبه نعطيكم المهم نعطيكم المعلومه هذه، اذا راح ديري سورجي يعني ديري سورجي مره وديري الكفه تاع الرقبه مره واحده، هاهي كي باينه هاي سهله هكاك. بصح اذا ما عندكش سورجي والقماش تاعك يطلق الخيوط يعني راح ديري الكفه في الرقبه على خطرتين، ما كيش حديري السجاف راح ديري كفه. ما تقدريش تروحي ديري كفه 2 تطبيقات في رقبه ولا في حاجه مفصله هكا مدوره ولا نصف دائره ولا هكا مايله، ما تقدريش.
كي نطبقوا 2 مرات تصلح فقط في الكفة تاع لتحت ولا ذراع ولا حاجة كي تعود خياطة مستقيمة. بصح كي نعودو في الركبة واش ديري؟ طبقي مرة واحدة خيطي ومن بعد زيدي طبقي المرة الثانية وخيطي باش ما تتعوجلكش. والحديد بنات يمشي معانا في كل خطوة باش تجي الخدمة تاعنا نظيفة ومرتبة ومعدولة. ماشي تخلي حتى تخلصي خلاص تكملي وتحددي، لا لا، الحديد يمشي معانا في كل خطوة. كل ما تلصقي حاجة في حاجة فوتي حديد، كل ما ديري يعني خطوة فوتي حديد، ومن بعد كي تكملي خلاص كي تزيدي تفوتي الحديد تاعك، باسكو الحديد راهو اذا ما راحش مبالغ راهو نص الخدمة. الحديد كي يعود مليح وتسمى يبين الخدمة تاعك تجي نظيفة وتجي معدولة، تسمى هذه هي الخدمة المرتبة، الخدمة المليحة. وحاجة واحدة أخرى، هذا البرودي هذا ولا دونتال ولا شوفي حاجة اختيارية، كاين لي قالون، كاين هذا دونتال هذا أشكال وأنواع، كاين اللي يجي عريض هكا وديري كيما درت أنا، كاين اللي يجي صغير تسمى ديري على الجهة هذه وعلى الجهة الأخرى المقابلة، ديري كيما حبيتي، كاين أشكال وأنواع. أنا خيرت هذا، يعني بغيت هكا حاجة سامبل، حاجة تاع كل يوم، وبإذن الله في مرات قادمة نشارك معكم موديلات أخرين تاع طقم صلاة نديروهم بطرق مختلفة. معلومة واحدة أخرى بنات، النقابية ديما قاعدة، النقابية عكس اتجاه الخياطة، لازم كي ديري النقابية مع اتجاه الخياطة خطأ، هكا راح تكسر لك البرة. فهمتوني بنات؟ النقابية دائما تكون عكس اتجاه الخياطة. وفي الزوايا نهزو هذيك الرجل تاع الماشينة ونخليو البرة لداخل وندورو ونحطو باش ما تهربناش وما تفسدناش وما تعبناش، يعني وما تجيش معوجة الخياطة تاعنا. كي نبغيو ندورو نهزو الرجل تاع الماشينة والبرة ديما نخليوها لداخل كيما راكم تشوفوا، يعني نورمالمون راه واضح. شوفوا بنات الخياطة ممتعة. أنا هكا يعني بعد ما كملت وخيطت وكل شيء وقاعدة ندير في المونتاج للفيديو راني نستمتع معاكم. ممتعة الخياطة يا خي خياطة ممتعة، ونعرف يعني أذواق وميولات كل واحد الميول تاعو، كل واحد وش يحب، بصح الخياطة ممتعة حنا كيما راكم تشوفوا بنات نكملوا نخيطوا. هذه هي الحاجة اللي شوية تحتاج تركيز في الموديل تاعنا كل، في طقم الصلاة هذا تاعنا كي تعودي تلصقي في الدونتال هذاك هنا في الرقبة يحتاج تركيز. ديري خيط ديري عفوا خط هكا بالطباشير وحطي هذاك الدونتال تاعك وحكميه بالنقابيات، تقدري تحكميه ببرا وخيط ومن بعد ديري ومن بعد تخيطي باش يجيك ساهل كيما حبيتي. شوفي دائما كيما تجيك سهلة حاولي ديما تبسطي على روحك، خاصة المبتدئات اللي صعيب شوي باش تتحكم في الماشينة. ماهيش خطأ انك تحكمي ببرا وخيط باليد ومن بعد تفوتي بالماشينة، بالعكس راح تجيك سهلة، تجيك يعني تسهلي على روحك الخدمة حتى تتمكني أكثر في التحكم في الماشينة. هنا كما راكم تشوفوا بنات في الموديل اللي خيرت باش نديرو معاكم اليوم، درت هذاك الدونتال على الذرعين وفي الرقبة والحافة تاع الخمار. تقدري ديري كما حبيتي، تقدري تانولي حاجة ما عجبتكش، بغيتي تزيدي فكرة واحدة أخرى تما أنا عطيتك الموديل وانتي تقدري تبدلي أمور فيه. ودرت لاستيك على الذرعين يجيو باهيين، الذرعين بلاستيك. هنا كما راكم تشوفوا نخيطوا لاستيك عادي، تقيسي لاستيك اللي بغيتي تسمى القيس اللي بغيتي على المعصم تاعك، تسمى باش ما يجيكش عريض بزاف ولا يجيك ضيق. حاولي يعني على حسب المعصم تاعك. لاستيك ما نقدرش نعطيك طول معين وتخدمي عادي. كاين لاستيك ديري بالطريقة هذه، وكاين لاستيك هذاك الرقيق اللي يجي على شكل كبة وتعمري به الكانات وتخيطي. هنا كما راكم تشوفوا بنات هذه التدبيرة معروفة بزاف في عالم الخياطة، تحت الإبط، فهمتوني؟ ولا وين تكون الخياطة ماهيش مستقيمة، وين تكون قوس، يعني كمثال خاصة يعني تحت الإبط. واش نروحو نديرو؟ نروحو نقطعو هذه التقطيعات الصغيرة متساوية البعد هكا قدام بعضها بلا ما نوصل للخياطة.
ما توصليش للخياطة باش ما تتقطعش الخياطة تاعك وما تتقطعش هذيك الخياطة اللي درتيها. تروحي ديري هاد التقطيعات هذو علاه باش تقدري تهزي ذراعك آلاز. لو كان ما ديريهمش تولي تبان الخياطة تاعك مجبودة هنا تحت الإبط وكأنه كاينة حاجة هاك جابدتها، وكي تطلعي ذراعك ما تطلعيش ذراعك آلاز، يعني هذيك تدبيرة. ونورمالمون صاي سما خلاص فتنا المراحل اللي فيها شوية خدمة فيها شوية تركيز. حنا رانا في الكفة، خلاص نديرو كفة الطقم الصلاة تاعنا. شوفوا كاين اللي تحبوا يكون يعني عادي كيما شغل قندورة طويلة، وكاين اللي تحب ديرو طويل خلاص يتحط في الأرض، يعني انتي حسب الاختيار تاعك كيما حبيتي. كاين اللي تحبو يتحط في الأرض وكاين اللي ما تحملش هكاك تقولك ما نقدرش هكاك حاجة نعفس فيها ولا ما نقدرش لازم يجي يعني ناقص شوية في الطول كشغل قندورة طويلة عادي. هذاك يرجع لك تيا. انا عطيتك مهم انا عطيتك مقياس ستاندر وكاين امور هكا انتي ديريها كيما حبيتي. هنا كيما راكم تشوفوا بنات انا ما عنديش ماشينه تاع السورجي، بصح بالسورجي يجي افضل وافضل خاصه في انواع القماش اللي كيما هذا، القماشات اللي تلقايها تطلق الخيوط. وهذا هو بنات، هذا هو طقم الصلاة تاعنا. ان شاء الله تكوني استفدتي من الفيديو، تقدري ديريه كمشروع مربح. رمضان جاي ان شاء الله تقدري تخدمي طقم الصلاة. ان شاء الله تكون طريقتي مبسطة ويكون الشرح تاعي واضح وتكون وصلتكم الفكرة ويكون الوصف تاعي والشرح تاعي كامل وشامل، والكمال لله. يا خير هنا بنات ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، نعطيكم موعد قريب بإذن الله، وفي أمان الله.